اهلا بكم في حلقه جديده، وحلقه النهارده مع الساحر احمد شعبان. ولما نتكلم عن الساحر احمد شعبان يبقى بنتكلم عن الحاسه السادسه. تقنعنيش ان دي لعبه، انت دخلت جوه دماغي. خلونا النهارده نبتدي ونكشف خدع الحاسه السادسه، وخلونا نبتدي باول خدع معانا النهارده. اول حاجه عملها الساحر كان معاه دفتر مليان ارقام كتير من 1 لرقم 80. طلب من الاستاذ عمرو الليثي انه يفتح الدفتر مكان ما هو عايز انت وحظك. شفت الرقم؟ وكمان كان مجهز دفتر مليان اسامي مشاهير كتير، وطلب من الاستاذ عمرو الليثي ان هو يفتح الدفتر مكان ما هو عايز. بص على اللي انت شفته، احنا وحظنا. خلاص نقفل. وبعدين الساحر كتب ارقام كتير على السبوره وسال الاستاذ عمرو الليثي: يا ترى الرقم اللي انت اخترته موجود على السبوره؟ رقم حضرتك موجود هنا يا فندم؟ لا، بس لما الاستاذ عمرو الليثي قال لنا هو اختار ايه بالظبط، اكتشفنا انه مختار رقم 36 واختار حد من المشاهير محمد صلاح. 36 ومحمد صلاح. بس اكتشفنا ان الساحر مجهز جواب مكتوب فيه كل الكلام اللي هيختاره الاستاذ عمرو الليثي ده. مكتوب فيه ان الاستاذ عمرو الليثي هيختار رقم 36، وكمان مكتوب فيه ان الاستاذ عمرو الليثي هيختار محمد صلاح. مش بس كده، ده كمان لما جمعنا الارقام اللي على السبوره اكتشفنا ان هما مجموعهم 36. برضه 36. اول 4 36. 4 دول 36. ودي كانت اول خدعه معانا النهارده، فتابعونا عشان نعرف تتعمل ازاي. ورجعنا لكم تاني، بس قبل ما نبتدي شرح الخدعه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش مشترك في القناه تنزل تشترك في القناه وتكتب كومنت لطيف علشان نقدر نستمر في بقيه الحلقات اللي جايه. وكمان الفتره اللي جايه هيبقى في حلقات مخصوصه هتتنشر على الانستجرام ومش هتبقى موجوده على اليوتيوب، فلو حابب تتابع بقيه الخدع ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهارده. اول حاجه لازم نعرفها ان الساحر كان مجهز الجدول بتاعنا اللي المجموع بتاعه 36، وكمان الساحر كان مجهز الجواب اللي موجود فيه التوقع اللي بيقول ان الاستاذ عمرو الليثي هيختار رقم 36 وكمان هيختار محمد صلاح. بس خلونا نعرف ازاي الساحر قدر يجبر الاستاذ عمرو الليثي ان هو يختار رقم 36 ويختار محمد صلاح. انا هنا معايا دفتر زي اللي كان مع الساحر بالظبط، وكلها موجود فيها ارقام عشوائيه: 40 29 16 12 21، كلها ارقام عشوائيه. بس لو مسكنا الدفتر ده وفتحناه من اي مكان هيدينا رقم 36، لو قفلناه وفتحناه تاني من اي مكان هيدينا رقم 36 مرة كمان هيدينا رقم 36. ايه بقى اللي بيخلي رقم 36 بيطلع كل مرة نفتح فيها الدفتر ده؟ اننا كاتبين رقم عشوائي وتحتيه رقم 36، كمان رقم عشوائي وكمان 36، رقم عشوائي 36. كل الدفتر كده ارقام عشوائيه وبعديها رقم 36. ايه بقى اللي بيخلي كل مره وانت بتفتح الدفتر بيطلع رقم 36؟ المشكله هنا ان احنا مصغرين حجم الورقه اللي مكتوب عليها 36 اصغر من بقيه حجم الورق، فبالتالي وانت بتفتح الدفتر ايديك هتمسك الورق العالي وتسيب الورق الصغير اللي هو اساسا مكتوب عليه 36. ده هنا حجم الورقه العاديه، وده حجم الورقة اللي مكتوب عليها 36، أصغر من بقية حجم الورق. لو فتحنا ورقة تاني هنلاقيها كمان أصغر من حجم بقية الورق أهي. ده بالظبط نفس اللي عمله الساحر في خدعة محمد صلاح. كان مجهز دفتر مليان أسامي فنانين كتير، وطلب من الأستاذ عمرو الليثي إنه يختار أي اسم فيه. وطبعا لما الاستاذ عمرو الليثي هيمسك من اي مكان في الدفتر هيطلع له اسم محمد صلاح، هيمسك من اي مكان في الدفتر هيطلع له محمد صلاح. طبعا برضو الدفتر ده مصمم زي الدفتر الاولاني، في الاول مكتوب اسم فنان وبعدين محمد صلاح، اسم فنان تاني وبعدين محمد صلاح، فنان تاني وبعدين محمد صلاح. كمان الورقة اللي مكتوب عليها محمد صلاح أصغر من بقية حجم الورق العادي، فطبيعي لما تيجي تفتح هيطلع لك محمد صلاح. تاني خدعة معانا النهارده ان الساحر كان مجهز كلام كتير مكتوب على ورق. طلب من الاستاذ عمرو الليثي انه يقرا الكلام اللي مكتوب ده. بس اكتشفنا ان الاستاذ عمرو الليثي مش عارف يقرا ولا كلمه من اللي مكتوبين. بس لما الساحر رجع الاستاذ عمرو الليثي للواقع تاني قدر فعلا يقرا كل الكلام اللي مكتوب بمنتهى الدقه كمان. ويلكم. برافو. هاند.
دي بقى كانت تاني خدعة معانا النهاردة، ويلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. كل مشكلة في الورق اللي كانوا ماسكينه. الورق اللي كانوا ماسكينه ده مصمم بس علشان لما تقربوا من عين اي شخص يشوف الكلام بشكل ملخبط، يشوف الحروف مش واضحة او بتديله حروف تاني بشكل تاني. انما بقى لما تبعدها عن عينه شوية هتقدر تشوف الحروف بالاشكال بتاعتها الواضحة، وتقدر تقرا كمان الكلام بشكل واضح جدا. بتحرك الورقه انت سنه الحروف بتتغير. واحنا بنشوف الكلام ده موجود في صور كتير حوالينا، من زاوية بتديك صورة، من زاوية تاني بتديك صورة تاني. بس المشكلة في الكلام ده ان انت لما تقربه بيديك حروف مختلفة، لما تبعده بيديك الكلمة بشكل اوضح. ولو عايزين رأيي الشخصي في الحلقة، فالحلقة كانت جميلة جدا، والسحر بذل مجهود كبير جدا عشان توصل لنا بالمستوى اللي احنا شايفينه ده. وده كان الجزء الاول لخدع الحاسة السادسة للساحر احمد شعبان. ولو عايزين جزء تاني عشان نكشف بقية الخدع اللي ما كشفناش في الجزء ده، يا ريت تدعمونا بلايك وتقولوا لنا في التعليقات، واحنا ان شاء الله الفترة اللي جاية نعمل لكم جزء تاني ونكشف لكم كل الخدع اللي موجودة في الحلقة. وعموما دي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا في القناه، وتشاركونا في التعليقات بالخدعه اللي انتوا عايزين تعرفوا هي بتتعمل ازاي، ولينك صفحه الفيسبوك تحت، وكمان لينك الانستجرام. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.